واضح. سي علي بن شيخ، قراءتك لمباراة صبيحة اليوم، صبيحة اليوم المنتخب ما دخلش جيدا، الشوط الأول كالعادة نلقاو شوية صعوبات، لكننا تسرحنا وتحررنا في الشوط الثاني، شفنا جرينتا أحسن من اللقاء اللي كان أمام منتخب الأرجنتين. وشنو هي قراءتك لهذه المواجهة، وما هي الأمور الإيجابية اللي لاحظتها في هذا اللقاء؟ الايجابيه هي لا غرينتا اللي تكلمت عليها، باسكو يفالي كون نوريو لهم بلي اليوم جينا باش نربحوا. هذا هو اللونجاج في الفوتبول، كي تكون معاهم دير لي دويال في كلش. هذا سي ان ميساج لجوردانيا وحده. ثانيا كما قالوا الجماعه، مالغري تمشي البالون والدوميني من جهه وحده، يعني ديزيكيليبر. لادفيرسير واش يدير؟ شاف بلي الكولوار كوش تاعنا هو اللي راهو يتحرك بزاف، ومن الهيمه كاش راكده يبدا يديكالي هكذا شويه باش يقول لك كاع الباساج هذاك باش تروح. مي كي كل كولوار دروا يتحرك والكوش تحرك، كل واحد يحسن من الثقه تاعو، ومن بعد تولي انت لي زانديفيدياليتي هما يتغلبوا ولا جوون كوليكتيف انت تغلب عليهم. مي هذه اللي خلاتنا ما نسجلوش بزاف اهداف. هذه واحده. في المرحله الاولى. ثانيا لورسكو نتايا قلت 72% استحواذ بوسيسيون تاع الكره، انت كي كنت هذه بصح هما سجلوا الاولين. يافي اون فوت تاع زروقي، تقول لي كما قال سمير صدموا عليه خمسه ولا ان ميليو تيران اللي سونسي اتر ان جوار تريز انتيليجون. هذا هو الميليو، انا نعرف هكذا الفوتبول ماشي كيما ان ديفونسور. علي دقيقه، في المومون اللي بريساو لي سان جوار كان نوتر جوار دو فولي ديفونسور تاعنا، كانت عنده كان سكاني لاكسيون في وشاف كانت عنده الانتيليجون، يقدر يليميني 7 جوار من هو في لاكسيون كل لعبها ديريكتومون. كان عنده ان جوار بليس مسمي لاتاك، مش عارف شكون اللي كان ليبر، ثم كان ان كونتر يكون افيكاس لينا احنا صح. هذه يعني لو كان ذكي فوالا هو لعبها. نو ذكي عنده كي يكون ذكي انتيليجون عنده بليزيور سوليسيون. عنده كيما راه يقول سمير، عندك جاو صدموا عليك، انا نبروفوكي لا فوت، نروح نسين نراوغهم ندخل في وسطهم باش ندير لا فوت لاربيت معايا. يا بوكو دو سوليسيون. ميليو تيري فو كي سوا انتيليجون. ما تقول لي يجي ندير واحد يدافع ولا ندير هذه انا ما تدخليش في الراس. على كل حال انا علاش ما كريناش بوكو دوكازون ولا علاش ما سجلناش بزاف؟ احنا شفنا مازا كان نيميرو 10 دار الواجب تاعو، يتحرك بارتو. بصح اون ايكيب شكون اللي ياليمونتي ويكريي لي زيسباس ولا لو سيرنومبر؟ سي لي ميليو تيران، هما اللي ياكسيليري، هو اللي يدير لين دو باش يكسر الاخر بور كريي لو سيرنوم. سي تقدر تقول بالعربي اعتاد مش عارف، يكون تفوق عددي. تفوق عددي باش تعطي لي زاتاكو هما يكملوا يفينيو. ما كاش تلعب انت بامازا 10 او يدير كلش. بصح وزروقي وبوداوي يفو كي بارتيسيب هذوما. بوداوي دار لي دو باس هذوك تاع دو باس، هذيك دو باس دوك انت دير هاد دو باس. لا ما ديرهاش. لا ديرها دوك على الكبر، زاويه على الكبر يمدها تجي، لان لا تكنيك تقعد والفيزيك يروح. مي انا نحتاج بوداوي يبارتيسيبي لاتاك، يراوغ يعطي اللي يلعب مع محرز، يلعب بوكو بليس مع محرز، يعطي له يجيب يلعبوا تريون كيما لعبوا الكولوار غوش، يلعبوا دو لا ميم مانيير. ما ايت نوري مع مازا كيف فهمتني. واسمو كيف زروقي كي بوداهم، بعد يدخل بن طالب كيف ستادير اون ا لامبرسيون نلعبوا بان ميليو تيران اوفونسيف لي في لو جو. بصح قاعدين هنا هنا واش تعرفوا واش يصرى هنا رضوان؟ هنا راك ما راكش تخلي مازا يزيد يتقوى. طونك لي ميليو ما يلعبوش معاه، مازا يلعب مليح، ولكن لو كان يلعبوا معاه يزيد يبان اكثر، يولي يعني يلحقوه كره. رغم انه علي ربما انت لاحظت وكنت تكلمت عليها في الكواليس انه دخول قويري او دخول بن بوعلي حرر قويري في الشوط الثاني. شفنا بلي قويري ولا كوم ميليو تيران تقريبا يلعب اون ناف دمي ولا يلعب كوتي غوش، مي تراجع شويه اللور. ما يدل ان قويري ماهوش راس حربه. ماهوش راس حربه. نعم. واش كان يتكلم عليه دوكا على مازا؟
مازال كما قلت ما عاونوش، تعب كثير خاطر سالي ما الذي حدث في الشوط الثاني؟ شاهدنا تغييرات، دخول بن بوعلي حرر قويري، جعله يلعب بشكل اخر، ربما احسن شوط اداه بقويري منذ التحاقه بالمنتخب الوطني. نفس الشيء بالنسبه لوسط الميدان، شفنا دخول بن طالب في ظل خروج زروقي وخروج بوداوي، اللي بوداوي ادى شوط لا باس بها، انا تخلعت كيش بوداوي خارج، ولكن شفنا وسط الميدان ايضا تحرر. المشكل ما زال في بلغالي على الجهه اليمنى، لا ندري لماذا لا يغيره المدرب، لماذا لا يدخل شرقي، لماذا لا يدخل عباده، لماذا لا يدخل حجام اللي كان دخوله ايضا موفق على الجهه اليسرى، وخروج محرز ودخول حاج موسى. محرز اللي قام ببعض المحاولات، ضيع فرصتين سانحتين للتسجيل، وحاج موسى كان دخوله ايضا موفق جدا. تكلم لي على كي دخل الشوط الثاني. نعم الشوط الثاني دخل بن بوعلي وتحرر قويري. البارح كي درنا لي ميسا واش كنت نقول لك؟ كنت نقول لك نتمنى يدخل، قلت لي لازم يدخل بن بوعلي باش نشوفوه، دوك ما نجيبوش يشوفوه. قلت لك يعيي لا ديفونس، سي فري يعيي هاي بريسينغ تاعي تما لي قويري يصيب روحو لانه ينساوه، يولي يلعب اون روتري باللعب تاعو هذاك لي جو سكور لي اون تريونغل مع يتنوري وكذا، اللي يصيب روحو قويري. بن بوعلي سجل هدف ايضا، سجل هدف برا الشتو، ولكن يعيي لك بزاف يقوم بعمل كبير، ما يخليهمش يبنيو، خاطرش البنيان تبدا من اللور. فهمني؟ دخلت تكلم لي انت على بن طالب. بن طالب كي دخل العم مليح كيما راك تقول انت، لعب صافا، ما نقولوا صافا بارابور الماتش اللي فات، لان كان ما يلعبش شويه اللي باس تاعو اللور، كان يمد شويه للقدام سور لي كوتي، كان يسي مام خطره يمدها بن بوعلي جكروا ولا شكون هذاك اللي كانون بوانت. نعم وقذف مره حاول باسكو بن طالب هو لو جو تاعو في الكلوب تاعو يلعب كاديس، هو يافونسي القدام يمد لي بال. احنا جابوه ليكيب ناسيونال يلعب دور دفاعي للور كيما زروقي. هذه وحده. تكلم انت كيما كان يقول امين وعنده الحق، دير ان جوار سونتينال كيما زروقي، على بالك لو بوست تاع سونتينال لازم تكون انت سوبر انتيليجون على كاع صحابك، تفهم انت الكره على صحابك، لان علاش انت تعرف تنترسيبتي، تكسر لي لين، تكسر بلوتو لو جو تاع ليكيب ادفيرس وحده، انت تعرف كيفاش ترولونسي فيت، لان غير كي تريكوبيريها سهل على لا ديفونس تروح دوموندي لي بال تاعو. احنا في هذا البوست هذا ما عندناش ان جوار انتيليجون في هذا اللي يلعب هذا الدور هذا. جو نو سي با بوتيتر دركا بوتيتر تيطراوي هذاك بوتيتر تيطراوي كثير. نعم شفناه يخدم يبني وكذا، بوتيتر هو مي هاد لي دو ما ينجموش يديروا هذا الدور، كي بن طالب كي زروقي امبوسيبل يديروا. البعض يقول بانه بالنظر لما شاهدناه امس، وبالنظر اللي قاطع انتم لي تكنيسيات تقدروا تجاوبوني، سمير زاوي ممكن يقدر يجاوبني. البعض يقول بانه بن طالب مستحيل انه يلعب مع بوداوي، وبن طالب مستحيل انه يلعب مع زروقي، لانه يسو مارش لي بي، يعني يولوا كانهم يلعبوا دور واحد، سي با دي جوار كومبليمونتير، ماشي واحد كيروح هدف لا كوفرتير. العكس، شفنا بن طالب امس بخروج بوداوي وزروقي مع بعض تحرر. نفس الشيء حدث مع بوداوي في الشوط الاول، شفناه كان احسن، ولكن كي يلعب بوداوي مع بن طالب تحس باللي عندهم لو ميم رول. لا سامر، شنو نعطيك حاجه برك رؤيه المدرب للفتح. هو تفضل كلمه هذه تاع محرز، لا بروميير اوكازيون اللي عطاها له بوداوي، سي فري كو سو لو بلون واش يقول محمد فيزيك سي تو تافي نورمال، ولكن كنت تعاود تشوف مليح، انا شفتها بليزيور فوا كي رماها له هكذا دناها، هو حب يكرازيها بلي كرومبون بالمشطع، حب يكرازيها باش التم يخبط، هو التم لا راطي ما قاش البال راطاها، ومن بعد شغل بريسك ديزيكيليبرا هاديات باسكو فيزيكمون يكون ناقص. والدوزيام سي عليه، الدوزيام تدخل كان في الفيزيك، مي الدوزيام الحق ضربها، فهمت الحق ضربها دابيتود محرز تما غير يحكمها يدور ويخبط، فهمني. الاولى ما نجموش ناخذوا عليه لان هذه هي اللي خلاته. سمير زوكازيون راطي كانوا يسهلوا بزاف المباراه. انا واش مانيش عرفوا اون سبوز دي كيستيون. احنا عندنا مشكل ما نكريوش بوكو دوكازيون دو بيت،
وعندنا المشكل الميليو تيران ما يتناسبوش في ثلاثه دوبي 2 ولا شحال نعم اكثر ولا اكثر. il faut qu'il trouve une solution à ça. il faut qu'il trouve une solution. ولا تلعب بواحد كيما تقول سونتينال ودير قدامه واحد باش تغلق هكذا بي، ديرهم كافي 2 سونتينال، واحد منا باش هذا ينجم يلعب، وكي يطلع هذا يلعب وتقعد من العسه تقعد دائما. ولو ريست مازاي لو ريست هما اللي فينيو لو جو، باسكو اون نا با دو. شوف لي ميليو تيران في العالم كاع تسبهم فنانين، حنا جوسكا بريزون مازال حوس على الفنانين يعني. لا نقول لك مازا عندنا لا شونس، نقولها لك انا اليوم عندنا لا شونس دافوار ان مازا كوم 10 ويلعب لو ستيل تاع نيميرو 10 تاع زمان ماشي تاع دوك. ويبين لك تاع دوك يلعبوا غير لاتيرال كي تشوفهم كاع 10 كاع يباسي. هو نو هو يبروفو يبين لك سالي، يبين لك الكره كانها سهله. يحكم البالون تبان لك سهله، ماشي البرانسيب يبان لك سهله باسكو الولد مأمن بلي كاليتي تاعو، إلا كونفيونس اون لوي، ما عنده ثقه في نفسه يحكم. هذه هي كان تقرير مهند بين سبورت بعدما قام زيارة لتربص المنتخب الجزائري في المغرب، وقام بأول حصة تدريبية اليوم في الأراضي المغربية التي ستقام فيها البطولة والتي ستنطلق يوم غدا بإذن الله. المنتخب الجزائري قام بتربص في الجزائر لمدة أسبوع، كان يعني كل مرة يلتحق لاعبين يتدربوا شوي، والآن انتقلوا إلى المغرب ليكمل بعض التدريبات قبل انطلاق البطولة والتي ستبدأ يوم مثل ما قلنا غد. مباراة الجزائر ستكون يوم الأربعاء على الساعة تقريبا 4 بتوقيت الجزائر، وستكون 6 بتوقيت السعودية وذلك التوقيت يعني تلك المنطقة. أيضا المنتخب الجزائري سيكون أول مبارياته ضد منتخب السودان في مجموعة صعبة جدا، تضم أيضا برفقة السودان والجزائر بوركينا فاسو وأيضا غينيا الاستوائية. جميع الفرق عندها فرصة أن تتأهل من المجموعة، كلها مستويات عالية جدا. شفنا السودان ماذا فعلت في تصفيات المونديال، غينيا الاستوائية منتخب قوي جدا وشفنا ماذا فعل في بطولة أفريقيا الماضية، وأيضا بوركينا فاسو كيف يعني كان ضيق الخناق على منتخب مصر إلى آخر اللحظات حتى يتأهل إلى كأس العالم. وطبعا الجزائر اللي هو معروف يعني في كل بطولة يكون من المترشحين لأنه عنده كثير من المواهب التي الأوروبية، بالإضافة أيضا إلى قدوم اللاعب حماد عبدلي والذي سيشارك أول مرة للمنتخب الجزائري، إضافة قوية جدا. في مكان اللاعب حسام عطار الذي تعرض إلى إصابة ولم يستطيع الإكمال. أيضا هنالك شكوك في مشاركة اللاعب سمير شرقي بسبب الإصابة، يقال أنه أيضا شوهد أنه يتدرب وحيدا حتى يتفادى الإصابة ويرجع إلى التشكيلة، لكن إلى الآن لا نعرف. أيضا مثل ما قلت لكم المباراة التالية ستكون ضد السودان، وإن شاء الله بكل التوفيق لمنتخبنا الوطني الجزائري.